اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الهنا، صباح السعاده. تعالي نشوف طريقه السمك. انت لسه بتحمري السمك في الدقيق. تعالي نشوف الطريقه اللي احنا عملناها بها جديده ديت، ويلا بقى بينا نشوف تتبيلتنا ايه، وهتبقى حاجه جميله وهتفرق كتير جدا في الطعم وفي الشكل. وكمان هنعمل شويه رز عظمه عظمه كده. تعالي بقى نشوف، نصلي على الرسول ونستغفر الله ونشوف احنا عملنا الاكله دي ازاي. مبدئيا كده انا عندي هنا الكمية السمك، غسلته ونضفته وخليته زي الفل زي الشمعة منورة. وبدأت ان انا طبعا كنت نقعاه بالليمون وغسلاه بالدقيق يعني مخليه زي الفل. هنمسك بقى كل سمكية كده ونفتحها من ظهرها كده يا بنات، علشان نخلي التتبيلة تتغلغل جواها، تشرب التتبيلة كلها. عملت التتبيله ازاي؟ عملت شويه توم كتير مفرومين، وعندي هنا ليمونه وشطه وشويه بقى ايه، كركم وملح، وكمان كمون. انا طبعا كنت محضراها بس عصرت الليمونه قدامكم بس. بعد كده همسك بقى سمكايه سمكايه كده وهحط فيها التتبيله من جواها ومن الفتحات اللي احنا عملناها من فوق من بره. بعد كده، بعد ما احنا خلصنا كل الكميه اللي معانا ديت بتاعت السمك كده، اهم حاجة بايديكي كده وتبليها حلو قوي. ايوه كده. كده خلصنا بقى الكمية، عاملاها على قد السمك بالظبط. بعد كده هعصر بقية الليمونة على الوش كده وهسيبها يا اما في التلاجة يا اما جنبك لو الجو بارد. وهنشوف احنا هنعمل ايه بعدها. هجيب بصلاية كبيرة كده، ممكن بصلتين متوسطين او بصلاية كبيرة. انا عندي بصلاية كبيرة ما شاء الله فاكتفيت بيها. هبدأ بقى ان انا اقطعها كده وهفرمها كويس في الكبة، مش هنعمها قوي ولا هخشنها قوي، في المتوسط كده. في زيت بقى او على النار في حلة كده، حبة زيت او حبة مادة دهنية اللي تفضليها، سمنة او زيت. بعد كده هتحطي البصل وهتبدأي ان انت تحمريه بالطريقة دي. صدقيني احلى واجمل حبة رز هتاكليهم صيادية. سميه صيادية، سميه رز احمر، سميه رز ابيض ببصل. المهم ان هو ما شاء الله احلى طعم شفته في حياتي بجد، لما تحطي التكة البسيطة اللي احنا هنحطها عليها دي. شايفة بقى انا عندي هنا صلصة احنا اللي عاملينها على القناة، وحبة بابريكا وشوية كمون، حبة فلفل صغيرين، وطبعا معلقتين كبار من الصلصة. وهنبدأ ان احنا نحط ايه، المية، وهنسيبها بقى لحد ما تغلي. نكون نقينا الرز ونضفناه، بس مش تنقعيش الرز، انا ما بحبش انقع الرز. بعد ما غلت بالطريقه دي كنت انا غسلت الرز ونضفته كده، وبدات ان انا احطه بالطريقه دي على طول. الرز المصري ما احبش ابدا ان انا انقعه ابدا. حطي بقى الكميه كلها وهنشوف العقد بتاعنا او المعيار الميه بتاعنا، وهتظبطي الدنيا وهتحطي شويه ملح. عايزه تحطي ورقه ماجي مفيش مشاكل، بس تقريبا هي مقاطعه. بعد كده هتحطي الملح بقى وهتغطي عليه لحد ما يستوي. تعالي بقى نشوف التتبيله، السر الخطير اللي احنا عملناه للسمك هي ايه. شويه كركم، شويه كمون، شويه فلفل صغيرين، شويه ملح. حط عليهم شويه ميه كده، ولا بلبن ولا باي حاجه، احنا بنعمل سمك يا جماعه عايزين ميه. بعد كده معلقتين من الدقيق ومعلقه كبيره من النشا، وهتبداي ان انت تخلطيهم وتظبطي السمك بتاعهم كانك بتعملي كريب خفيف قوي. احنا مش عايزينه تقيل، احنا عايزين زي الكريب بالظبط. العجينه دي او الخلطه دي زي الكريب تماما. تقلبي بقى براحتك كده لحد ما تفضل ما فيهاش تكتلات ولا فيها اي حاجه. بعد كده طبعا احنا عصرين ليمون ومظبطين الدنيا وفيها التمليحه، وبصي مش مخليين في حاجه. بعد كده هجيب شويه دقيق وشويه نشا. قد ايه؟ حوالي معلقتين كبار من النشا وشويه دقيق، حوالي برضو كوبايه من الدقيق. وبعد كده بقى الرز كده خلاص استوى، هنبدأ ان احنا نقلبه قلبة واحدة وهنغطي عليه ونركنه على عين الصغيرة ونوطي عليه ياخد ويدي مع نفسه بقى لحد ما نخلص الاكل بتاعنا او السمك بتاعنا. هنجيب السمك بقى ويدوبك كده نغطسه كده، او يدوبك كده زي اللي بيقول ايه، نتهنه كده بالظبط.
وهتاخد التتبيله بتاعه اللي احنا عملناها زي الكريب بالظبط كده من العجينه بتاعتنا الجميله، وتحطيه في الدقيق وتنفضيه كويس. صدقيني هتفرق معاكي كتير، هيطلع مقرمش مقرمش قوي يا جماعه، والله بجد بجد يعني طريقه حلوه قوي. بعد كده هتحطيه بقى في زيت يكون غزير، زيت تقيل، علشان تقدر السمكية تقرمش معاكي وكمان تستوي كويس جدا. اهم حاجة يكون زيت غزير، تجيبي ووك تجيبي طاسة، المهم ان يكون حاجة غويطة كده، وتبداي تحطي فيها الزيت وتحمري. شايفين طالع عامل ازاي مقرمش؟ والله العظيم مشدد خالص من القرمشه وطري من جوه وجميل جدا. بجد بجد لازم تجربي الطريقه دي، طريقه حلوه قوي بجد، هتفرق معاكي. هتبداي بقى ان انت يا دوبك كده، ايوه كده، هتحطيها بقى في الدقيق وحبه النشا، ما تنسيش النشا بتفرق كتير جدا معاكي في القرمشه. اتصل عندي الوك او الوك اللي عندي ده بياخد تقريبا 3، وما شاء الله منه كبير، فبسم الله ما شاء الله. هتبداي بقى ان انتي تنفضي خالص او تحشي الزوائد خالص من الدقيق. بعد كده هتحطيه في الزيت. شايفين؟ ايوه كده، فرقه كتير جدا ان انت تعملي لها العجينه اللي احنا عملناها او الخلطه اللي احنا عملناها دي. بعد ما يتحمر بالطريقه ديت ويبدا بقى ايه نعزول حوالينا كده، وهنشوف احنا هنقدمه ازاي وهنكون اكلتنا عامله ازاي النهارده. شايفين الجمال والحلاوه؟ بجد يعني تفرق كتير جدا. احنا قلينا سمك كتير قوي وجربنا طرق كتير، الطريقه دي رهيبه بجد رهيبه. يا دوبك كده يحمر من تحت، ابدأي ان انتي تقلبيه، ما تقلبهوش طول ما هو ابيض من تحت. طالما احمر من فوق ومن تحت كده يبقى تمام، عظمه كده عظمه. عايزه اقولك الريحه جميله جدا، وابني داخل يقول يا ماما انا بجد انا بحسبك بتعملي تتبيله فراخ، ريحه التتبيله اللي انت عاملاها جميله جدا، واكتشف ان هي سمك. هنقدمه بقى بالطريقه ديت، وبألف هنا وشفا لكل اللي اكل منه، وألف هنا وشفا للي هيجرب. بعد كده هنجيب نغرف بقى الرز، خلاص هو استوى طفينا عليه. شايفين شويه الرز مفلفلين وزي الفل ازاي؟ صراحه لونه جميل، لونه تحفه ومفلفل كده وزي القمر وزي العسل بجد. تعالي بقى نغرف ايه علشان هنتغدى. كان في لسه في ناس مجوش وناس جم، فاحنا الناس الموجودة هنغديها اللي هم ولادي يعني. وكده خلص الأكلة بتاعتنا. ويا رب الفيديو النهاردة يكون خفيف وظريف، وكون استفدت ولو بمعلومة. وطبعا عملنا بطاطس مقرمشة وجميلة، والمخلل بتاعنا اللي احنا عاملينه مع بعض، والخس، وطبعا طلبوا طحينة، عملت طحينة والسلطة. واشوفكم في فيديو جديد، استودعكم الله، واتمنى تجربي الوصفة وتقولي لي بتتابعيني منين وتقولي لي رأيك ايه. سلام.